السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوعات شمس. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طاجين ديال حوت الفرخ بشرموله اللي كتجي بنينه. كيجي هاد الطويجين معلك ولذيذ. قبل ما ندوزو لوصفه اليوم كنقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. اكيد الا عجبتكم الوصفه خليو لي لايك، خليو لي تعليق ديالكم، ولكم جزيل الشكر. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوها في هاد الطاجين ديال الحوت وهي الشرموله اللي غادي نشرملو بها الحوت ديالنا. غادي نحتاج واحد الكميه ديال القزبر معدنوس تكون شويه لا باس بها. غادي نضيف ليها 2 فصوص كبار ديال الثومه. كذلك غادي نضيف واحد نص عصير ديال الحامضه. وغادي نضيف التوابل. في التوابل كنحتاج ملعقه صغيره ممسوحه ديال الكركم، ملعقه صغيره ممسوحه ديال السكينجبير، ملعقه كبيره ديال الفلفله حمراء اولا التحميره، شويه ديال الملحه. عندي هنايا شويه ديال الزعتر مطحون كيبقى اختياري ولكن كيجي زوين في الطاجين. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الكمون وملعقه صغيره ديال عطريه الحوت، شويه ديال الابزار حيت عندي عطريه الحوت فيها الحار. الا ما عندكمش عطريه الحوت تقدروا تستغناو عليها، تضيفوا غير شويه ديال الابزار صافي. وغادي نضيف شويه ديال الزيت وغادي نخلط هاد الشرموله مزيان حتى كيتجانسوا لينا هاد العناصر كامله. بالنسبه للحوت يمكن لكم ديروا اي حوت بغيتو. عندي هنايا الفرخ تقريبا واحد 500 غرام، الكميه كتبقى حسب الافراد ديال الاسره. غادي نرقدو مزيان في هاد الشرموله من بعد ما غادي نخلطها، وغادي نخليه تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه، كيبقى لكم الاختيار. هو قد ما بقى مرقد في هاد الشرموله قد ما كيجي بنين. على ما وجدت الخضره قطعتها ونقيتها غادي نرجع ليه. غادي ناخذ طاجين اللي غادي نطيب فيه هاد الحوت. قطعت شي واحد 2 بصلات خضاريات اولا تكتفيو فقط في بصله كبيره عاديه. غادي نوضع فوق منها شويه ديال الخيزو اللي انايا سلقته واحد نص سلقه، حيت الخيزو عارفين كيشد الطياب والحوت دغيا كيطيب. سلقته واحد نص سلقه وغادي نستفو فوق البصله. غادي نجيب البطاطا اللي قشرتها حتى هي وقطعتها على هذا الشكل دوائر، غادي نستفها فوق هذاك خيزو. الكميه ديال الخيزو اولا ديال البطاطا كتبقى اختياريه. انا خيزو سلقته هاد الطريقه كنديرها ملي كيكون عندي خيزو كيشد ليا الطياب، كنسلقوه باش يلاه يجيب لي الطياب نيشان مع داك البطاطا والحوت دغيا كيطيبوا ما كياخذوش معنا وقت بزاف. الا كان عندكم خيزو ما كيشدش الطياب في الوقيته ديالو بلا ما تحاولوا تسلقوه، استعملوا غير هكاك. غادي ناخذ الحوت اللي شرملت في الاول، غادي نحطو فوق هاد المكونات كاملين، غادي نحاول نستفو وغادي نستف فوق منه الفلفله. كما كتلاحظوا الفلفله عندي راه مجمده. هاد الطريقه دائما كنديرها عندي في الفريغو. ملي كتكون عندي الفلفله بزاف كنوضعها في المجمد، ومني كنبغي نجبدها ما كنخليهاش حتى كتذوب تطلق لي الماء، هي باقا شاده في راسها. كنقطعها كتجي على هاد الشكل هذا وكتبقى معنا مده طويله في المجمد الا بغيتو ديروها. غادي ناخذ الشرموله ديالي دابا وغادي نضيف عليها واحد مطيشه اللي حكيتها، وغادي نضيف عليها تقريبا نص ملعقه كبيره ديال المطيشه مركزه، وغنضيف عليها شويه ديال الماء. وغادي نخلط هاد الشرموله كامله مزيان، وغادي نوضعها فوق الطاجين ديالي كامل فوق هذيك الخضيره اللي استفت. واخر حاجه اللي غادي نضيف على هذا الطاجين وهي الزيتون الاحمر. وعندي هنايا الحامض مصير كما كتلاحظوا. هذا هو الحامض اللي شاركت معكم في القناه، كيجي معسل كيبقى مده طويله. تقريبا هذا عندي دابا شي عام والزياده باقا كنستعملو. غادي نستف هذاك الزيتون فوق الطاجين.
غادي نخلي لكم الرابط ديال الحامض مصير في صندوق الوصف، كيجي زوين، حامض مصير ديال مراكش، يبقى معكم مده طويله. الا بغيتوه رجعوا تشوفوه. واخر حاجه غادي نحط هي هاد الحامضه، غادي نوضعها من الفوق، كتبقى اختياريه حتى هي، غير باش نزوق الطويجين ديالي. وغادي نصد على الطاجين وغادي نخليه ضروري منفس من الجنب، يا اما تخليوه منفس من الجنب اولا ديروا شي ملعقه هكا تكاليو بها هذيك الغلاقه ديال الطاجين باش ما كيفيضش لينا. وكنخليوه يطيب على عافيه مهيله وهو كيطلق الماء ديالو. ملي تشوفوه صافي نشف من الماء وباقي ما طابش لكم بطاطا، كتزيدوا بشويه بشويه حتى كيطيب، وكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع، كيجي معلك، المريقه ديالو كتجي ملبيه. الا بغيتو الطاجين يجيكم زوين هكا ويجيكم المريقه ديالو زوينه وخاطره، نطيبوه دائما على المهل، ما نزربوش عليه في الطياب، نخليوه عافيه مهيله ونبقاو نزيدو بشويه بشويه الماء حتى كيطيب لينا صافي. وكيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم. اكيد الا عجبكم الطويجين ديال اليوم ما تنسونيش من تشجيعاتكم، خليو لي لايكات ديالكم باش تزيدوا تشجعوني اكثر ونحط مزيد من الوصفات. خليو لي تعليقكم، قولوا لي كيف جاكم، وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل والى وصفه مقبله بحول الله.